خلونا نتخيل إن برج الجينكا ده هو مجتمعنا. وكل خشبة فيه بتمثل حاجة بنعملها لبعض. البرج واقف متماسك عشان كل قطعة شايلة اللي فوقها. الخشبة دي ممكن تكون كلمة حلوة، حد كان محتاج يسمعها بس اتقال إنه مش مهم. ودي واقفة جنب حد محتاج، كان محتاجك فعلا وانت ما اهتمتش قوي يعني. ودي صدقة قررت إنك تأجلها لبعدين. شايفين؟ حاجات صغيرة قوي بس لما اتشالت أثرت على البرج كله ووقع. ده اللي بيحصل للمجتمع لما الحاجات الصغيرة دي تختفي. والحاجات دي كلها اسمها تكافل. التكافل على فكرة مش حاجة ضخمة بنعملها مرة واحدة، هي بتبقى حاجات صغيرة بتتبني فوق بعض. كل قطعة شايلة التانية، زي البرج ده بالظبط بس قبل ما يقع. أهلا بيكم في حلقة جديدة من فص ملح. خلينا نسألك سؤال بسيط كده، فاكر آخر مرة حد وقف جنبك من غير ما تطلب؟ يمكن كانت بكلمة أو مساعدة صغيرة أو حد بس سمعك باهتمام في وقت أنت كنت محتاج ده. فاكر حلاوة الشعور ده؟ في شهر زي رمضان الإحساس ده بيبقى قوي. بنقرب من بعض أكتر، بنحس بغيرنا وبنمد إيدينا من غير ما نفكر. وكل اللحظات دي مش مواقف متفرقة، دي كلها بتندرج تحت معنى واحد وهو التكافل. تفتكر هيحصل إيه لو التكافل فص ملح وداب من حياتنا؟ قبل ما نجاوب لازم نفهم يعني إيه تكافل أصلا. التكافل ببساطة إن الناس تشيل بعض، إن المجتمع ما يسيبش أفراده يواجهوا الحياة لوحدهم. غني مع فقير، قوي مع ضعيف، سليم مع مريض. يعني كل واحد فاهم إن زي ما ليه حقوق عليه واجبات ناحية غيره. والتكافل مش موقف بطولي يتصور خالص، ولا صدقة وخلاص، ده نظام حياة وشبكة أمان وجسد واحد. لو عضو اشتكى الباقي كله يتحرك علشانه. طيب علميا يا بسمة، ليه التكافل مهم للإنسان؟ علم النفس والاجتماع متفقين إن الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته. دراسة هارفارد الشهيرة عن السعادة اللي بدأت سنة 1938 وامتدت لأكتر من 85 سنة وصلت لنتيجة واضحة جدا، إن أهم عامل للصحة والسعادة وطول العمر هو العلاقات الاجتماعية الداعمة. يعني الإنسان محتاج يحس إن في ناس حواليه شايفاه وسمعاه وسنداه. وكمان العالم الاجتماعي إيميل دوركايم، أحد مؤسسي علم الاجتماع، أكد إن ضعف التضامن الاجتماعي بيؤدي لتفكك وعزلة واضطرابات نفسية وحتى زيادات في معدلات الانتحار. وده لأن الإنسان محتاج يحس إنه جزء من حاجة أكبر منه. يعني إحنا مش بنسند بعض عشان نبان طيبين وكيوت، إحنا بنسند بعض علشان نعرف نكمل. وحاجة مهمة لازم نفهمها إن التكافل مش دايماً بيبقى مادي زي التبرعات أو الصدقات. صح يا بسمة، في برضه تكافل معنوي زي كلمة، وقت، اهتمام، أو حد يسمعك بصدق حتى. وعلى فكرة ده كلام بيأكد عليه كمان بحث منشور في Journal of Social and Personal Relationships، واللي بيقول إن الدعم العاطفي بيزود الإحساس بالأمان وبيقلل الشعور بالوحدة حتى في غياب الدعم المادي. يعني أحياناً كلمة واحدة قادرة تقوم إنسان من تعبه. التكافل لو ما كانش مهم ما كانتش الأديان السماوية حست عليه. ده حقيقي يا بسمة، في اليهودية في مفهوم اسمه تصداقة ومعناه العدل، يعني فقير ليه حق في مال الغني. وكمان إن المال أمانة مش ملك مطلق، وإن ده واجب أخلاقي مش إحسان. وفي المسيحية التكافل قائم على المحبة، زي قصة السامري الصالح اللي وقف وساعد شخص مجروح رغم اختلاف الدين والعداوة. والإسلام من أول يوم بيقول إن الناس إخوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الإسلام حول التكافل لنظام حياة كامل من زكاة وصدقات ووقف ودعم للمحتاج، والصحابة جسدوا ده عمليا زي سيدنا عثمان رضي الله عنه لما تبرع بتجارته كاملة للفقراء، والأنصار لما شاركوا المهاجرين ببيوتهم وأموالهم. وعندك مثال رائع كمان على التكافل وهو نظام الوقف. الوقف يعني إن شخص يسيب حاجة ملكه للناس، أرض، فلوس، مبنى، علشان تفضل تخدم الناس وتعمل خير بشكل مستمر. مظبوط يا أوليفيا، يعني مش مرة وخلاص. يعني برضو زي المستشفيات العامة اللي كانت بتعالج الفقراء بالمجان اللي عملها السلطان نور الدين الزنكي، وحالياً جمعيات زي مصر خير ومراكز رعاية كبار السن والأيتام، وبرنامج حياة كريمة اللي في مرحلته الأولى طور حوالي 1477 قرية في 20 محافظة. كل دي مظاهر رحمة بتخلي المجتمع دافي ومطمن. نرجع بقى لسؤالنا الأول، إيه اللي هيحصل لو التكافل فص ملح وداب؟ اللي هيتعب هيتساب، المريض هيبقى لوحده، والفقير مش هيلاقي حد يسنده. فعلا المجتمع هيتحول لغابة الناس فيها بتاكل بعض. وده حقيقي لأن في دراسة منشورة في باب ميد بتأكد إن الشباب اللي عندهم دعم اجتماعي قوي احتمالية الجريمة والعنف وانعدام الثقة عندهم بتقل. وكمان الاقتصادي أمارتيا سين الحاصل على نوبل
بيقول إن الفقر مش سببه نقص الموارد بس، هو ضعف شبكات الدعم والتكافل. يعني المشكلة مش إن الخير قليل. المشكلة إن الخير مش واصل للكل. طب الخلاصة بقى يا أوليفيا؟ هقولك، التكافل هو اللي بيحول أنا لإحنا، وهو كمان سر قوة أي مجتمع وصمام الأمان اللي بيحمينا كلنا. ولو كل واحد فينا شال اللي جنبه محدش فينا هيقع. وفي شهر زي رمضان خلينا نبدأ بخطوة بسيطة، زي كلمة طيبة أو مساعدة صغيرة أو وقفة صادقة جنب حد محتاج. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لنا لايك وفولو وسبسكرايب والحاجات الحلوة دي. واكتبوا لنا في الكومنتس مين آخر حد سندك وإنت سندت مين من غير ما تطلب. ورمضان كريم عليكم. نشوفكم الحلقة الجاية.